انت دلوقتي عايز تفتح مشروع ومحتار، اعمل فكره جديده محدش عملها قبل كده، ولا ادخل في مشروع اصلا راننج وشغال والناس عاملاه وامشي وراهم وخلاص؟ الفكره دي حلوه جدا. خلي بالك الفيديو ده مهم للناس اصحاب الافكار واصحاب المشاريع. بص، دي سياسه كده في الماركتنج اسمها ايه؟ اسمها ريد اوشن استراتيجي وبلو اوشن استراتيجي. بالراحه بقى عشان اعرفك القصه ماشيه ازاي. الحته لو انت راح تصطاد لقيت ناس كتير قاعده تصطاد وفي سمك كتير جدا، فلو انت مشيت وراهم انت بتلعب بريد اوشن، يعني رايح تنافس مع ماركت موجود وسمك كتير. لو قعدت تصطاد وسطهم هتطلع لك بسمكه 2 3 في اليوم وهترزق. على كده سوق كبير وموجود والناس اوريدي موجوده فيه، فما فيش اي مجهود ولا في اي ريسك، ما انت لو قعدت جنبهم هترزق. اما فكره البلو اوشن انك تسيب الناس اللي بتصطاد دي كده على جنب وتروح تقعد في حته في البحر لوحدك مفيش حد قاعد فيها، وتقول انا هقعد وهاخد الريسك. احتمال اجيب سمك جديد اكله كله لوحدي، واحتمال لا. طيب انت بقى لو انت عندك فكره او عايز تبقى صاحب مشروع، تلعبه ريد ولا تلعبه بلو؟ هنا بقى الموضوع ليه شويه تفاصيل كده لازم تاخد بالك منها. اولها ان البلو اوشن ده عشان تلعب في ماركت جديد لوحدك وتفتحه هتصرف عليه كتير جدا، مش على انك تبيعه، على انك بس تعرف الناس هو الموضوع ده عباره عن ايه. يعني ايه الفكره دي، يعني يستعملوها ازاي وهي ايه ويتعمل ايه، حاجه جديده عليهم. فانت هتصرف كتير جدا وتستنى شويه كده على ما تعوض الايه على ما يجي لك ريتيرن. اما البلو اوشن الريد اوشن اللي انت نزلت فيه مش هتصرف كتير، هي الناس عارفه المنتج وعارفه بيستعملوا في ايه وبتستعمله ازاي، مش محتاجه مصاريف على الاويرنس، وبالتالي انت هتدخل وسطهم وتكسب على طول، فهتوفر بادجت كبير جدا جدا. يعني لو جيت اقول لك مثلا ايه، اوبر لما جه اشتغل ازاي؟ اوبر اشتغل بلو اوشن، راح فتح ماركت جديد، حاجه بديله للتاكسي. اول مره يبقى فيه الابلكيشن ده يقدر يوصلك من مكان لمكان و صرف كامبينز، صرف دعايه، صرف على السوشيال ميديا علشان يعرف الناس هو ايه اصلا اوبر، يعني ايه كلمه اوبر، يعني ايه اصلا ابلكيشن من خلاله اقدر اعمل 1 2 3 4. انما اللي جه بعد كده بعد اوبر لعب ايه؟ لعب ريد اوشن، لانه اوبر بقى ليه ماركت وبقت ليه ناس شغاله، فبدا يطلع ديدي وبدا يطلع كريم وبدا يطلع ناس ما صرفتش كتير زي اوبر، لان المنتج بقى موجود وسهل والناس بتعرف تستخدمه، وبقى ينقل نفسه. انت هتطلب اوبر ليه؟ ما تطلب يا عم كريم، ده زي اوبر خلاص، مش محتاج اعرف هو عباره عن ايه. طيب لو انت لعبت بلو اوشن وانت مش معاك فلوس، يحصل ايه؟ يحصل كارثه، لاني هيجي لك مستثمر وراك اتقل منك معاه فلوس هياكلك وهياكل مشروعك. يعني انا بدات فكره حلوه قوي والفكره دي مش قادر اصرف عليها، ففي انفستور شاف الفكره دي فقال لك الله، خد يا عم الفكره دي من الشاب ده كده وطورها لي وعدلها لي واصرف لي انت عليها كامبينز وعرف الناس واعمل الناس. ففكرتك لو مش بيقابلها بادجت كبير تصرفه علشان تعرف الناس المنتج هيخسر، وهتبقى مشكله كبيره جدا لانك بعت فكرتك ببلاش. فالقصه اللي عايز اقولها لك، امتى تلعب ريد اوشن؟ العب ريد اوشن لو انت ما فيش امكانيات قوي ان انت تبدا منتج جديد بقوه وبادجت قوي وتستحمل شويه الخساره وتستنى شويه على الريتيرن، العب يا باشا ريد اوشن. عايز تفتح فرايد تشيكن KFC بيشتغل، يلا اعمل زيه حاجه اسمها اكس كده وافتح جنبها وبيع وخلاص، ولا مش لسه هعرف الناس يعني ايه فرايد تشيكن؟ ده كنتاكي عمله زمان. لكن معاك بادجت كبير ومعاك فكره تستاهل، روح اقعد بقى في حته لوحدك في البحر وابدا انت الماركت الجديد، وخلي بالك كده كده هيجي لك ناس بعدك تاكل منك، بس انت اللي هتبقى السابق وانت اللي هتاخد الابر هاند وانت اللي هتبقى البراند، بس ده يحتاج منك مصاريف ويحتاج منك وقت ويحتاج منك مجهود ويحتاج منك تصبر على الريتيرن. فالقصه على فكره الاثنين ناجحين جدا. القصه ان انا مش لازم ابدا فكره جديده او اقلد فكره، الفكره ان انا مين، معايا بادجت كام، فكرتي ايه، اقدر اصبر عليها قد ايه. فلما تيجي تلعب ريد اوشن استراتيجي او بلو اوشن استراتيجي لازم تكون فاهم كويس قوي الدنيا هتمشي معاك ازاي، وكل التوفيق ليك باذن الله.